العقد الجديد ممكن يوصل لحوالي 2.5 مليار جنيه. تطلع ناس ملهاش اي تلاتة لازمه يقول لك الاهلي بيجيب فلوسه منين؟ الاهلي بيجيب فلوسه من الاهلي. الاهلي بيجيب فلوسه من الاهلي، من شعبيته، من مكانته، من تسويقه، من نجاحاته، من بطولاته، من اعلاناته، من نجومه، من القيم السوقيه بتاعته اللي انتم شايفينها بتتعاظم وبتكثر بفضل انتشار شعبيته، بفضل تأثيره، بفضل ارتباط الناس بيه، بفضل نجاحاته، بفضل جذبه للنجوم، تحقيقه للبطولات. كل الحدوته ديت يا جماعه بتستثمر في النهايه في هذه العقود للرعايه الاعلانيه. فالنهارده العقد الجديد للاهلي مع المتحده هنلاقي فيه نفس النمو ونفس القفزات الكبيره اللي بتمكن النادي الاهلي باستمرار انه يقدر يحقق طموحات جماهيره وايضا يلبي احتياجات اعضائه.